كنذكرك اخويا واختي ما تبقاش غير كتسنى الظروف تبدل، بدا غير من دابا، بدا بصباح واحد مختلف وشوف شنو يقدر يوقع. بزاف ديال الناس كيسهروا وكيقولوا ما قدوش يفيقوا بكري. العقل ما كيعرفش الفرق بين الخيال والحقيقه. الناس اللي كيقولوا ما عنديش الوقت راه غالبا ماشي المشكل في الوقت ولكن في الأولويات. أنا قادر نحقق أهدافي، كل نهار كنولي أقوى، أنا كنستحق النجاح والسعادة. واش كاينه شي طريقه واضحه نطبقوا بها هذه المعجزه في حياتنا اليوميه؟ واش غير 6 دقائق كافيه بعروب؟ الهدف ماشي هو الكمال، الهدف هو الالتزام والتطور. شنو هو الروتين ديال معجزة الصباح اللي كيقول عليه الكاتب؟ علاش بالضبط الصباح؟ يعني تنقص من السوشيال ميديا، ما تبقاش تسهر بزاف وتحاول تنعس في واحد الوقت ثابت. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ما بعد المعرفة، القناة اللي كتلخص لكم أقوى الكتب التحفيزية والتطوير الذاتي بأسلوب مبسط وبالدارجة المغربية. إلا كنتي أول مرة كتشوفنا مرحبا بك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وإلا كنتي من المتابعين ديال القناة ما تنساش ترجع تشوف التلاخيص اللي دازت، راه فيها أفكار غادي تكمل الصورة اللي محتاج تبني بها حياتك الجديدة. أما اليوم فعندنا كتاب معجزة الصباح The Miracle Morning. كتاب كيقول لك الطريقة اللي كيبدا بها نهارك هي اللي كتحدد حياتك. غادي نكتشفوا كيفاش روتين بسيط في الصباح يقدر يقلب حياتك كاملة، يرفع الإنتاجية ويقوي الثقة في راسك. نحيوا معنا أخونا بعروب قبل ما نبداو الرحلة. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذه الرحلة الجديدة، وحنا راه جاهزين نغوصوا في هذا الكتاب اللي غادي يعطيكم دفعة قوية، خصوصا إلا بديتوا تطبقوه. أسيدي، من بعد ما تعرفنا في المقدمة على موضوع اليوم، خليني نسولك بعروب السؤال اللي كيبدا به كل شيء. علاش بالضبط الصباح؟ علاش الكاتب ديال معجزة الصباح كيشوف أن أول ساعة في نهارك عندها تأثير كبير على حياتك كاملة؟ سي مسعود، هذا السؤال هو لب الكتاب. شوف، الكاتب كيآمن أن الطريقة اللي كتبدا بيها الصباح ديالك كتحدد شنو غادي تعيش في ذاك النهار، بل أكثر من هكا كتشكل المصير ديالك مع الوقت. تخيل معايا جوج ديال الناس، الأول فاق مخلوع داير سكرينوز الهاتف، تفرج في الميمات، طلع ليه الدم من شي كومنت، طلع من النعاس نعصب. والتاني فاق بكري، تنفس شوية، قرا شي سطر مفيد، تحرك بجسمه، وسكت دقيقة يفكر شنو باغي من هاد النهار. يعني بعروب بحال واحد داخل السباق وهو لابس كروسة، والآخر داير رياضة مركز ومرتاح. بالضبط سي مسعود. الكاتب كيشوف أن الصباح هو لحظة القوة، حيث في ذاك الوقت قبل ما تبدأ الاتصالات، قبل ما تنفجر نوتيفيكاسيونات، قبل ما يدخلوا من الناس لطاقة يومك، كتكون انت هو الرئيس، كتسوق الطاقة ديالك في الاتجاه اللي بغيتي. وإلا خلات الصباح يدوز كيف ما جا، راه باقي النهار غادي يجرك بحاله بلا ما تكون عندك السيطرة. ولكن بعروب بزاف ديال الناس كيسهروا وكيقولوا ما قدوش يفيقوا بكري، واش الكاتب كينساهم؟ لا، ما نساهمش أسي مساو، بالعكس، هو راه كان فاشل في الحياة ديالو، صحيا، ماديا، وحتى نفسيا. وملي قرر يعطي لنفسه ساعة في الصباح كل نهار، حياته بدات كتبدل وحدة بوحدة. هو ما كيقولش خاصك تفيق مع الفجر، ولكن كيقول اختار ساعة قبل ما يبدا الضغط ديال الحياة واستثمرها في ذاتك، حيث إلا ما عطيتيش وقت لنفسك ما غاديش تعطي حتى لشي حاجة معنى. يعني بعروب البداية هي اللي كتشكل القصة كاملة. سي مسعود، النهار اللي كتبداه وانت مرتاح مركز متصالح مع ذاتك هو النهار اللي كيعطيك الشحنة، كيرفع من تقديرك لذاتك وكيخليك تآمن براسك، ماشي لأنك درتي حاجة خيالية، ولكن لأنك قلتي لنفسك أنا كنستاهل نكون بخير. بعروب دابا عرفنا علاش الصباح مهم، ولكن كيفاش نبدا؟ شنو هو الروتين ديال معجزة الصباح اللي كيقول عليه الكاتب؟ أعطينا الخطوات اللي خاص الواحد يديرهم باش يبدا نهارو بقوة. سي مسعود، الكاتب قسم هذا الروتين لستة ديال الحاجات اللي كيسميهم لايف SAVEAS، وكل حرف كيرمز لحاجة ضرورية خاصك ديرها في الصباح. بالدرجة غادي نفسر لك كل وحدة. S silence أو الصمت، هي لحظة ديال الهدوء
كتمشي فيها بعيد على الضوضاء ديال العالم، كتقدر دير فيها تأمل، تصلي، ولا غير تنفس بعمق وتركز في الكلام اللي كيدور في دماغك. هاد اللحظة كتعاونك تنقص التوتر وكتخلي العقل ديالك صافي. أي affirmations هي جمل إيجابية كتقراها أو كتقولها لنفسك. مثلا، أنا قادر نحقق أهدافي، كل نهار كنولي أقوى، أنا كنستحق النجاح والسعادة. هاد الكلمات كتخلق في العقل ديالك إيمان قوي بنفسك وكتحارب الأفكار السلبية. visualization أو التصور الذهني، كتخيل راسك كتعيش الحياة اللي بغيتيها، كتشوف النجاح، السعادة والهدف ديالك بعيون العقل. هاد التقنية كتزيد الحماس وكتقوي الإرادة باش تخدم على راسك. exercise أو التمرين، أي حركة أو رياضة كتديرها باش تفيق الجسم، تحرك العضلات وتنشط الدم. ممكن تكون جري، تمارين التنفس، تمديدات، أو حتى مشي بسيط. الحركة في الصباح كتخليك تنشط الدماغ وتحسن المزاج ديالك. reading أو القراءة هي تخصيص وقت صغير تقرأ فيه شي حاجة مفيدة، كتاب تحفيزي، مقال مهم، أو حتى آيات دينية. هاد القراءة كتغذي العقل ديالك، كتزيد المعرفة وكتعطيك أفكار جديدة. scribing أو الكتابة، كتكتب الأفكار ديالك، الأهداف، أو حتى الامتنان على الحاجات اللي فرحاتك. الكتابة كتنظم الأفكار وكتخليك أكثر وضوح في حياتك. واو بعروب، هذا الروتين باين عليه شامل بزاف، ولكن واش صعيب ندير كل شيء هاد الخطوات كل صباح؟ فعلا نسيم سعود، البداية كتبان صعيبة، ولكن الكاتب كيأكد باللي حتى 6 دقائق كل صباح كافية. دير واحد جزء من هاد الروتين وتولي كتزيد عليهم مع الوقت. مثلا، تقدر تبدأ فقط بالتأمل لمدة دقيقة واحدة، ومن بعد تزيد القراءة، ومن بعد تزيد التمارين، ومن بعد تزيد التمارين. المهم هو الاستمرارية. يعني يا بعروب، الجودة والاستمرارية أهم من الكمية. بالضبط سيم سعود، حتى الروتين كامل ماشي ضروري يدوز في ساعة واحدة. الكاتب كيقول أن المهم هو تبني عادة صباحية كتخليك تنطلق في نهارك بطاقة إيجابية. وهذا الروتين Life SAVERS هو واحد الإطار باش تسهل عليك المهمة. بعروب، أعطيني مثال عملي كيفاش نقدر نبدأ نهاري بمعجزة الصباح. مثلا، كتفيق، كتدوز دقيقة تنفس وتركيز silence، من بعد كتقرأ جملة إيجابية affirmations، كتخيل الهدف ديالك visualization، كتدير تمارين خفيفة ديال تمديدات exercise، كتقرأ سطر من كتاب مفيد reading، وفي الأخير كتكتب 3 حاجات كتشكر عليهم اليوم scribing. الشيء بعروب كيبان معقول وبسيط، ولكن خص الإرادة باش تلتزم به. طابع سي مسعود، الإرادة والاستمرارية هما المفتاح، وملي تولي هاد العادة جزء من روتينك اليومي، غادي تولي الصباح هو الوقت اللي كتستمد منه القوة والطاقة لكل نهار. وبعروب، دابا عجبني بزاف داك المفهوم ديال سيفرز، ولكن واش كلشي كيقبق سهل؟ واش الناس يقدروا يلتزموا به؟ واش كاين شي حلول اللي ما عندوش الوقت ولا كيحس بصعوبة في البداية؟ اسمع مزيان السي مسعود، هذه بالضبط النقطة اللي كيهضر عليها الكتاب في هذا الجزء. بحال إيرود قال لنا البداية هي أصعب مرحلة، ولكن ماشي مستحيلة. الناس اللي كيقولوا ما عنديش الوقت، راه غالبا ماشي المشكل في الوقت ولكن في الأولويات. يعني خاصنا نراجعوا واش فعلا كنعتبروا صحتنا النفسية والجسدية من الأولويات؟ بالضبط السي مسعود. الكاتب كيقترح واحد النسخة مبسطة من معجزة الصباح، سماها The 6 Minute Miracle، موجهة للناس اللي مزروبين بزاف في الصباح. واش غير 6 دقائق كافية بعروب؟ ماشي كافية باش دير كل شيء بعمق، ولكن كافية باش تبدا العادة. كل دقيقة كدير فيها جزء بسيط من سيفرز. دقيقة للتأمل silence، دقيقة للتوكيدات affirmations، دقيقة للتخيل visualization، دقيقة للقراءة reading، دقيقة للكتابة scribing، دقيقة للرياضة الخفيفة exercise. دابا بعروب بحال واحد التسخينات قبل ما تدخل للتمرين الحقيقي. بالضبط السي مسعود، وحتى هاد 6 دقائق كتخليك تدخل في المود الإيجابي وكتقول لعقلك أنا مهم، صحتي مهمة وهدفي مهم. ولكن بعروب
الناس كيبقاو يقولوا انا ماشي شخص صباحي، ما نقدرش نفيق بكري. شنو ردك؟ هنا سي مسعود الكاتب قال كلمة مهمة، ماشي ضروري تكون شخص صباحي، ولكن خاصك تولي شخص صباحي. راه بحال أي مهارة كتبدأ صعيبة ولكن مع التكرار كتولي سهلة. العقل ديالنا كيتشكل بالعادات، وملي كتفيق كل صباح ودير روتين إيجابي كتربي عقلك وجسمك على النجاح. يعني بعروب حتى لو فقت غير 10 دقائق قبل من الوقت المعتاد تقدر تبدا بهذا النظام تدريجيا. ممكن أسي مسعود، وتخيل معايا إلا زدت غير دقيقة واحدة في كل أسبوع، في 6 أسابيع تولي كدير روتين كامل بلا ضغط. الهدف ماشي هو الكمال، الهدف هو الالتزام والتطور. واش كاين شي عوائق نفسية كيواجهوها الناس مع هذا الروتين بحال الكسل ولا الإحباط؟ بطبيعة الحال بعروب أول 10 أيام كيبان كل شيء صعيب، الجسم كيرفض التغيير والعقل كيبدا يخترع أعذار. ولكن الكاتب قسم مرحلة الالتزام ل3 مراحل. الأيام 1 إلى 10 صعيبة ومزعجة، الأيام 11 إلى 20 كتحس بشوية تحسن ولكن كيبقى فيه جهد، الأيام 21 إلى 30 كتولي عادة وكتولي كديرها بسهولة. يعني بعروب إلا تجاوزت أول 30 يوم كتولي هاد العادة جزء من حياتك بالضبط السي مسعود. وحتى إلا نهار مرضتي ولا ما عندكش الوقت، العقل ديالك غادي يطلبها منك بحال شي حاجة ناقصاك. صافي، فهمت الفكرة مزيانة بعروب. دابا البداية تكون صغيرة ولكن الالتزام هو السر، واللي فعلا باغي يبدل حياته خاصو يدير مجهود ولكن تدريجيا. وهذه هي المعجزة الحقيقية السي مسعود، ماشي في الروتين ولكن في التغيير اللي كيوقع في شخصيتك، في صبرك، في طريقتك في التفكير. بعروب دابا بغيت نفهم، من بعد ما عرفنا شنو هو معجزة الصباح وشنو كيحصل للناس اللي كيتبعوا هذا الروتين، واش كاينه شي طريقة واضحة نطبقوا بها هذه المعجزة في حياتنا اليومية؟ بطبيعة الحال السي مسعود، الكاتب عطى واحد الطريقة منظمة سماها SAVERS. هاد الكلمة هي اختصار ل6 ديال الأنشطة الأساسية اللي خاصك ديرها في الصباح. كل حرف كيمثل واحد الخطوة. S silence السكون أو التأمل، A affirmations التوكيدات الإيجابية، V visualization التخيل، E exercise التمارين الرياضية، R reading القراءة، S scribing الكتابة أو التدوين. واخا نبداو بحرف S ديال silence. شنو كيقصد الكاتب بهذا السكون السي مسعود؟ كيقصد به السي مسعود تهدئة العقل، يعني كتبدا نهارك بتأمل أو صلاة أو تنفس عميق. هاد اللحظات ديال السكون كتعاونك ترتاح من التوتر وتوضح فكر ديالك قبل ما تبدا أي نشاط. وزعما التوكيدات affirmations واش فعلا كتبدل شي حاجة بعروبة؟ هي السي مسعود التوكيدات هي العبارات اللي كتعيدها على راسك باش تبدل المعتقدات السلبية بأخرى إيجابية. مثلا أنا قادر نحقق أهدافي، كل نهار كنقرب من النجاح. هاد الشيء كيغرس في العقل اللاواعي ديالك الثقة في النفس والرغبة في التغيير. وهاد التخيل visualization السي مسعود التخيل يعني تتصور راسك في المكان اللي باغي توصل له. مثلا كتشوف راسك كتخطب في مؤتمر ولا كتجري في ماراطون ولا كتوصل لهدف مالي. العقل ما كيعرفش الفرق بين الخيال والحقيقة، فهاد التخيل كيشعل الطاقة داخلك. زوين، دابا نجاو للإي ديال اكزرسايز. واش الكاتب كيطلب منا نديرو سبور بزاف في الصباح بعروب؟ لا السي مسعود، حتى 5 دقائق ديال الحركة كافية. المهم تحرك الجسم وتنشط الدورة الدموية. ممكن دير شوية ديال التمدد، شوية ديال الجري في مكانك أو تمارين تنفس. الهدف هو تفيق الجسم والعقل معا. دابا بعروب قول لنا الدور تاع القراءة. السي مسعود القراءة مهمة بزاف حيت كتغذي العقل بالأفكار الجديدة. غير 10 دقائق في الصباح كافية باش تقرأ كتاب مفيد أو صفحات من كتاب تحفيزي وتبدا نهارك بفكرة قوية. دابا بعروب بقات لنا الكتابة أو التدوين. بالضبط السي مسعود، الكتابة كتعاونك تعبر على الأفكار ديالك، تسجل الأهداف أو تشكر على النعم. هادشي كيعطيك وضوح داخلي وكيخلي اليوم ديالك يكون منظم ومركز. يعني بعروب في المجموع الكاتب كيطلب منا نخصو 60 دقيقة في الصباح وكل نشاط يكون 10 دقائق تقريبا. يا سي مسعود، ولكن حتى إلا كان عندك غير 30 دقيقة تقدر تقسم الوقت وتنقص المدة. المهم هو الانتظام والاستمرارية. بعروب دابا عرفنا شنو هي معجزة الصباح وشنو الفوائد ديالها، ولكن كيفاش نبداو فعليا؟ كيفاش نطبقوا هذا الشيء ونبقاو مستمرين فيه بلا ما نضربوا الطرح من بعد 2 أيام؟ السؤال في محله السي مسعود. الكاتب هالإيرود كيشدد على واحد الحاجة مهمة بزاف، البساطة والاستمرارية. ماشي ضروري تبدا وتكمل 6 عادات من أول نهار ولا تصحى مع 5 ديال الصباح وانت باقي ما نعستش مزيان. البداية خصها تكون تدريجية ومناسبة لواقعك.
يعني بعروب يمكن لي نبدا بشي عاده وحده من هاد اللايف سايفرز. بالضبط سي مسعود. مثلا أول أسبوع تركز غير على التأمل ولا الكتابة، وبعدها تزيد عادة أخرى، وهكذا تدريجيا. الكاتب كيقول لك دير غير 6 دقائق في الصباح، وكل دقيقة تخصصها لوحدة من العادات 6 حتى تولف وتنمي الرغبة في الصحيان المبكر. وهنا السؤال الكبير بعروب، كيفاش نبنيو روتين صباحي يولي عادة يومية؟ أولا سي مسعود، ضروري من نية واضحة. قول في راسك أنا باغي نبدل حياتي وباغي نولي أفضل نسخة من ذاتي. ثانيا خاصك دير روتين ثابت قبل النعاس، يعني تنقص من السوشيال ميديا، ما تبقاش تسهر بزاف وتحاول تنعس في واحد الوقت ثابت. واش كاين شي طريقة تساعدنا باش نتحفزو كل صباح بعروب؟ كاينه سي مسعود، وسماها الكاتب 5 خطوات باش تصحى بنشاط. قرر في راسك قبل ما تنعس انك غادي تصحى نشيط. العقل كيصدق اللي كتقول ليه. بعد ما ترن المنبه نوض دغيا وبدل المكان، ما تبقاش في الفراش. غسل وجهك او سنانك باش تعطي اشاره للدماغ انك صحيتي. شرب الماء حيت الجسم فاش كتصحى كيكون ناشف. وجد حوايجك من الليل، يعني عرف شنو غادي دير في الصباح باش ما تبقاش محتار. وإلا حسيت بالملل ولا فقدت الحماس بعد أيام بعروب، هادي طبيعية سي مسعود، ولكن الكاتب كيشجعنا نخليو قدامنا الدافع الحقيقي. علاش بديتي هادشي من الأول؟ واش باغي تبدل حياتك توصل لأهدافك؟ كان كترجع لهاد الدافع باش تبقى محفز. وتاني حاجة، خدم على بيئة مشجعة، كتب في دفتر الإنجازات، شجع راسك، تابع التقدم ديالك، وحاول تدمج شخص آخر معك بحال صديق ولا شريك حياتك. يعني بعروب تطبيق معجزة الصباح ماشي تحدي كبير، ولكن خاصو ذكاء وتنظيم وصبر. بالضبط سي مسعود. واللي ما كيقدرش يصحى مع 5 ديال الصباح يقدر يدير نفس العادات في 7 ولا 8. المهم هو النية والتكرار والاستمرارية. والآن أبا عروب وصلنا لنهاية الرحلة ديالنا مع كتاب معجزة الصباح. كتاب بسيط في الكلمات لكن عميق في المعنى. إلا خدينا فقط 6 عادات وخدمنا عليهم كل صباح راه حياتنا كلها غادي تبدل. ولكن غير القراية ماشي كافية، التطبيق هو المفتاح الحقيقي للتغيير. كنذكرك خويا واختي، ما تبقاش غير كتسنى الظروف تبدل. بدا غير من دابا، بدا بصباح واحد مختلف وشوف شنو يقدر يوقع. وما تنساش راه القناة ديالنا ما بعد المعرفة عامرة بتلخيصات كتخلي المعرفة تخدمك في الحياة. رجع تفرج في الفيديوهات اللي دازت وشارك هذا الفيديو مع شي حد عزيز عليك وبغيتي تبدل. وإلا كنتي هنا لأول مرة اشترك في القناة، فعل الجرس، وخلي لنا تعليق تقول لنا فيه شنو كانت أكثر فكرة زعزعاتك في هذا الفيديو. يا سي مسعود، حتى أنا بدوري نزيد نأكد أن التطبيق هو الأهم في هادشي كامل. وشكرا لكم كاملين، الله يعطيكم الصحة، لأنكم باغين تبدلوا حياتكم. وما تنساوش ديروا اشتراك في القناة وشجعونا نزيدوا بهذا المحتوى للأمام. ونتلاقاو في تلخيص كتاب جديد وتحدي جديد إن شاء الله. ديروا صباحكم مفتاح لنجاحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.